هنتكلم عن البي 47. طبعا زي ما كلنا عارفين ان البي 47 كانت افضل سماعه رخيصه في السوق ويعتبر اشهرهم كمان. في الفيديو ده هنتكلم عن السماعه من جديد وهنشوف هل لسه بكفاءتها ولا في اللي حصل لها احسن ولا الخامات افضل ولا ايه، وهنتكلم عنها على السريع كده. اول حاجه عندنا السماعه هنا زي ما انتم شايفين، هنركنها على جنب دلوقتي وهنشوف الباكجينج اللي كان جاي فيها الاول. ده الباكج بتاعها زي ما انتم شايفين، باكج متواضع جدا، مفيش اي اختراع. كرتونتين وبتفتح من هنا والسماعه بتكون جوه وكيس بلاستيك، يعني باكج عادي خالص، مفيش اي حاجه. تمام. وبيجي معاها بس الشاحن، الوصله ديت، وانت لو عندك اي شاحن تقدر تستخدمه في البيت، وصله صغيره. وغالبا يعني كل السماعات بيجي فيها الوصله زي ديت، مش عارف الفكره بصراحه، ولكن اغلب السماعات اللي في الفئه ديت بيكون فيها وصله زي دي صغيره. طيب نرجع لماركونا. اول حاجه في السماعه هنتكلم عن التصميم بتاعها. زي ما انتم شايفين تصميم بلاستيكي جدا، وبلاستيك يعني مش اللي هو بلاستيك رديء. وعندك لو بص حتى في التاني والفرد انا حاسس انها هتتكسر اصلا في ايديا. زي ما انتم شايفين كده سامعين صوت بلاستيك رخيص جدا. تقفلها من جوه زي ما انتم شايفين، في شوية رابر هنا، برضو الرابر مش احسن حاجة. فتحة السماعة من جوه هنا ضيقة، مش اللي هي تستوعب الودن كلها. وفي شوية بس حركة كده يمين او شمال، ولو انت مثلا عايز تطولها شوية تقدر تعمل كده الناحيتين. واعتقد دي اعلى حاجة او اوسع حاجة تقدر توصل لها السماعة، يعني عايز لو فتحتها اكتر من كده هتتكسر. تمام. نقفل السماعة. عندنا هنا زرار الباور، زرار بيوطي بيه للشمال. لو عايز توطي بتخليك دايس كده فترة طويلة هيوطي معاك. لو عايز تقلب مثلا أغنية شمال هتدوس دوسة واحدة. هنا برضك نفس الكلام ولكن العكس، عايز تعلي الصوت هتدوس هنا دوسة طويلة، عايز تقلب يمين هتدوس تكة واحدة. الزرار ده مش عارف بيعمل بيفصل الكونكت وبيعمل ريكونكت من جديد، مش عارف ايه لازمته. وهنا لو عايز توقف الأغنية أو أي حاجة أنت مشغلها، لو عايز تشغلها تاني. عندنا هنا من تحت هنا المنفذ بتاع الشحن، وهنا الاس دي كارد، وهنا الاي اكس. دي يعتبر كل حاجه يعني سماعه، يعني هي مش افضل جوده ولكن سعرها مش اللي هو برضه، عشان نقدر نقول ايه محتاجين جوده اكتر من كده في سماعه زي دي. طيب هنتكلم عن السماعه، هل تنفع مثلا للجيمنج؟ طبعا من غير كلام هي ما تنفعش الجيمنج خالص بطريقه واحده اللي هي بالبلوتوث. لو عملت كونكت بالبلوتوث فمش تنفع معاك في الجيمنج، لان هتبقى فيها ليتنسي في الاستخدام، وهتلاقي مثلا انت بتضرب والصوت بيوصل لك بعدها بثانيه او ثانيتين. طيب الحل كده ايه؟ هنقول لك في اخر الفيديو. بالنسبه لبطاريه السماعه عملت لها اختبار للبلوتوث واختبار للاس دي كارد عشان اعرف هتقعد قد ايه بعد الشحن. اولا هي شحنت معايا فول تشارج كانت في نص ساعه. فول تشارج يعني ايه؟ 90% واخرك 20%. انت لو فتحت البلوتوث وهتشوف زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض السماعه بالظبط شحن في 30 دقيقه او ممكن مثلا 31 32، يعني من 30 ل 35 دقيقه. وبالنسبه للبلوتوث لو استخدمتها انت بلوتوث فهتقعد معاك ساعه، وممكن من ساعه ل 10 دقائق، ساعه و10 دقائق من الفتره دي للفتره دي. ونفس الكلام اس دي كارد. طيب دلوقتي انت عايز تجيب سماعه عجباك يعني وعايز تجيبها، بس عايزها ما تفصلش الشحن وعايزها تشتغل بيها جيمنج عادي وكل حاجه. فانت في الحاله ديت هتحتاج كابل اي اكس. ليه كابل اي اكس؟ لان الاي اكس مش هيفصل البطاريه، هيكون دايركت من الفون للسماعه، وهيكون برضك الصوت مظبوط في الجيمنج، فانت مش هيكون فيه تاخير ولا يكون في اي حاجه، فتقدر تستخدمها جيمنج. وبرضه يعرف انها مش للجيمنج لانها سماعه ستيريو، فانت وبرضه يعرف انها مش للجيمنج، مش مخصصه للجيمنج، هي مخصصه للموسيقى او حاجه زي كده. بالنسبه لصوت السماعه مش اعلى حاجه سمعتها، يعني صوت واطي نسبه ما، ولكن ممكن يكون كويس لبعض الناس. برضه في المكالمات والحاجات ديت يعني صوتها مش احسن حاجه. طيب ممكن نشغلوها مع بعض، نجربوها مع بعض. هتدوس هنا مطول هتفتح معاك باور اون. دلوقتي نمسك التليفون ونفتح مع بعض. هنفتح البلوتوث هيعمل كونكشن على طول. لو دوسنا هنا هيجيلك عايز مثلا صوت التليفون، صوت الميديا اللي انت مشغلها، عندك مثلا هنا الليفل بتاع البطاريه. تمام. لو فتحنا مثلا حاجه نسمعها مع بعض، لازم نجربها في القرآن نشوف صوتها مع بعض. قربها من المايك عشان الصوت. دي على حاجة في القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين. ودلوقتي ممكن نجربها في أغنية، هنشوف برضو أعلى صوت ليها قد إيه.
زي ما انتم سامعين الصوت. دي ده اعلى مستوى تقدر توصل له في السماعه. نلبس السماعه مع بعض وانت تظبطها زي ما انت عايز. انا حاليا مش سامع اصلا صوتي وانا بتكلم، ده شكل السماعه وانت لابسها. زي ما قلنا الفتحه بتاعت الودن مش كبيره، فانت مش هيكون ودنك مش هتكون جوه السماعه، فاهم؟ بس اعتقد دي كل حاجه عن السماعه. لو انت بقى حابب تشتريها ماشي، لو مش حابب تشتريها فاستنى كام فيديو هينزل عن السماعات برضو في مستوى اعلى من كده، وكميه شحن اكبر من كده، وقت اكتر من كده، وجوده اعلى من كده. بس دي كل حاجه عن الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب، لايك، وبيس.